سنة 1933 هدى شعراوي الناشطة النسوية المصرية بعتت برقية لبنت في العشرينات وقالت لها: شرفتي وطنك ورفعتي راسنا وتوجتي نهضتنا بتاج الفخر. كانت جملة كبيرة قوي في زمن كان أقصى طموح للست إنها تتجوز وتقعد في البيت تربي الأولاد، لكن كان في ستات حاربت عشان المرأة المصرية تاخد جزء من حقوقها ويبقى ليها الحق في الحلم، ومش بس كده، لا كمان تحققه. البنت اللي بنتكلم عنها دي تحديدا حلمت إنها تكون حرة فطارت. لطفية النادي هي أول بنت مصرية تقود طائرة من مصر لإسكندرية، وتاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة. دخلت مدرسة الطيران المدني، وعشان تقدر تدفع المصاريف راحت لمدير عام شركة مصر للطيران اللي كان من مشجعي فكرة دخول المرأة المصرية لعالم الطيران، اللي اقترح بقى وقتها عليها تشتغل في الشركة سكرتيرة براتب شهري، ومن الراتب ده بقى تقدر تدفع مصاريف الكلية لحد ما هي اتخرجت. لطفية بعد ريادتها في عالم الطيران ما اكتفتش وقررت تتحدى الرجالة، ودخلت في سباق تبع المؤتمر الدولي للطيران في مصر، وقادت الطائرة من القاهرة لحد اسكندرية وكمان فازت. لكن لجنة التحكيم الإنجليزية رفضت الاعتراف بفوزها، وعوضها وقتها الملك فؤاد بأنه منحها جائزة شرفية ومبلغ 200 جنيه، و200 جنيه دي وقتها كتيرة قوي. والبرقية بقى اللي بعتتها لها هدى شعراوي كانت مجرد بداية جديدة لسباقات وخطوات كتيرة بعدها رفعت فيها راس مصر وبنات مصر، وكتبت تاريخ لا يمكن ننساه في يوم من الأيام.